يا جماعة، شفت رؤية حقيقية من السما عن نهاية العالم. حرب جاية بين إيران وإسرائيل هتحول الشرق الأوسط لساحة الحروب، نهاية التاريخ الكبيرة. هتجتمع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين في الشرق الأوسط، وهتكون حرب عظيمة لم يحدث مثلها منذ إنشاء العالم. الشمس هتطفي والقمر هيتحول لدم وكل البحور هتعج، والناس هيغمى عليها من الرعب، وهينزلوا في المغاير وفي وسط مغاير الصخور، وهينزلوا في وسط الأنفاق، لأن قوات السماوات هتتزعزع، وألوان الطيف هتتخلط في بعض، والناس كل فلوسها في البنوك هتتحذف، وكل مواقع التواصل الاجتماعي الحسابات اللي فيها هتتحذف. قوة هتدخل في قوة، وكوكب هيدخل في كوكب، والسماء هتنفلق كدرج ملتف، وهينظروا لله وهو نازل في حرب نهاية التاريخ وعيونه من نور، وعلى حصانه الأبيض اسم جديد لا يعرفه إلا هو. ملائكته ملايين الملايين، أسرع من البرق. في الوقت ده خبر كاذب هيطلع من ناسا، وهيقول كائنات فضائية تقتحم الأرض على جميع الجيوش المتصارعة في حرب نهاية التاريخ. رفع المدافع للسماء، هينزل عليهم بجبروته وبسيف فمه، هيوقعهم كلهم، وهيلم كل الطيور اللي في السماء وكل الوحوش اللي في الأرض، ويقول لهم تعالوا كلوا من ذبيحتي اللي أنا ذابحها ليكم، عشان تاكلوا لحوم ملوك وقوات وعبيد، حر وعبد، كبير وصغير. في الوقت ده كل الدنيا هتحتشد في الشرق الأوسط. هيجوا من الصين، وهيجوا من اليابان، وهيجوا من أمريكا والاتحاد الأوروبي، كلهم هيجوا على أرضينا هنا في الشرق الأوسط. أغلبية الدول العربية هتسقط، والحرب دي هتتوسع اللي شغالة دلوقتي. قبلات الإنترنت اللي في الأرض هتتقطع. نهر النيل هيجف من أول الإسكندرية لحد الفيوم، هتعبروا فيه في أقدامكم. تلتين الزراعة في مصر هتتمحي، وهتكون مجاعة يوسف التانية. واللي بياخد 1000 جنيه في جيبه اليمين هيصرفها في جيبه الشمال، والناس هتمشي متحيرة. وروح الغي أو روح الجشع اللي مذكور في كتاب النبي أشعياء من 2600 سنة هينزل على المصريين. فاللي عنده مكنة ب1000 جنيه هيبيعها ب20، واللي عنده هاتف ب500 جنيه هيبيعه ب30 ألف، واللي عنده مكنسة كهربائية ب400 جنيه هيخليها ب6000 جنيه. وكله هيغلي على كله. الحكومة هتغلي على الناس، والناس هتغلي على بعض، والتجار هتغلي على بعض. وبعد الغلا الفنا، بعد الغلا الفنا حسب المثل الصعيدي اللي بيتقال في الصعيد. الوقت قريب، الفرح بيشطب، والمعازيم بتسلم على بعض، والنور بينطفي، والنقطة خلاص اتلمت، والعريس بياخد عروسته وطالع بيها على السحاب. كل المؤمنين بالسيد المسيح هيختطفوا من الأرض قبل مجيء يوم القيامة الشهير. كانوا في العالم وكان العالم ما يعرفهمش، مطرودين من الملاعب بسبب كلمة حق. هم ما كانش العالم يستحقهم. قبل مجيء كوارث يوم القيامة بساعة واحدة هيختطفوا. انتوا محميين، ببشر كل المؤمنين اللي اتولدوا الميلاد التاني، انتوا محميين. كل الكوارث دي مش هتقع عليكم.